السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. حاجات كتيرة بطلت أعملها فرقت معايا جدا في حياتي. انت كمان لازم تبطلي تعمليها. جربي ان انت تبطلي تعمليها والتزمي باللي انا هقولهولك، ان شاء الله تفرق معاكي جدا في حياتك. اول حاجة، بطلي ان انت تصحي متأخر واصحي بدري. البركة في البكور، صدقيني هيفرق معاكي جدا في حياتك. لو بدأت يومك بدري وخلصت كل اللي وراكي، بعد كده عايزة تنامي شوية آخر يعني العصرية كده، مفيش أي مشكلة. هتحسي بفرق كبير جدا في حياتك، لأنك انتي نهضتي اليوم من أوله، عكس خالص ما انت كنت هتنامي وتقعدي لغاية مثلا بعد الظهر لغاية ما تصحي من النوم. بطلي لما تيجي تغسلي هدومك تملي الغسالة على الآخر. لازم تسيبي مسافة فاضية في الغسالة علشان هدومك تنضف. كمان بطلي وانتي بتغسلي الهدوم تحطي المسحوق في الدرج، جربي تحطيه مع الهدوم، هتحسي فرق النظافة. وكمان هتحسي الهدوم بتاعتك نظيفة جدا، وكمان ريحتها حلوة قوي. بطلي تلمي الهدوم من على المنشر وتحطيها يوم واتنين وتلاتة لغاية ما تتكسر، يبقى شكلها مش حلو، وكمان منظر مش لائق خالص. جربي ان انت وانت بتلمي الهدوم بتاعتك تطبقيها على طول وتدخليها على طول في الدولاب، بكده هترتاحي ومش هتبقي حامله همهم، ومش هترميهم هنا وهنا لغايه ما يتكسروا يبقى شكلهم مش ظريف. جربي تلميهم وتطبقيهم على طول، تحطيهم في الدولاب، هيفرق معاكي جدا ان شاء الله. بطلي تنضفي الشقه مره واحده. الطريقه دي مش كويسه لاي ست بيت. بتتعبي وبتحسي بتعب جامد جدا بعدها ومرهق بالنسبه لك. طب هقولك على طريقه حلوه جدا. جربي تنضفي اوضه اوضه. يعني ايه يا لولو؟ يعني النهارده مثلا هعمل اوضه الولاد، بكره هنضف اوضه بتاعتي، بعد كده هنضف الاوضه اللي احنا بنقعد فيها مثلا ناكل فيها. هتحسي ان الشقه بتاعتك رايقه ونظيفه، وغير كده كمان ما تعبتش قوي زي ما انت نضفتي الشقه كلها. بطلي تخلي ولادك يلعبوا في الشقه كلها. يعني ايه؟ يعني مش هينفع ان احنا نسيب ولادنا يلعبوا في الشقه كلها ويوسخوها لك، وكل يوم تقعدي تبداي من الاول ومن جديد. ده غلط جدا عليكي وتعب ارهاق بالنسبه لك. وكمان لو اي ضيف جالك فجاه بتحسي ان البيت مش منظم ومش نظيف. طيب اعمل ايه؟ اخصص لهم مكان يلعبوا فيه، اوضتهم، البلكونه لو واسعه شويه، وبكده هتقدري ان انت تخلي البيت منظم ونظيف دايما، وهم كمان هيلتزموا بالمكان اللي بيلعبوا فيه، مش هيوسخوا لك البيت. بطلي تنشري هدومك على المنشر الستانلس داخل الشقة، لأن أولا هدومك هتبقى يعني هتنشف أي نعم، بس مش هتبقى صحية. ثانيا البخار الماء اللي بيطلع من الملابس أثناء التنشيف يعني بيدي ريحة كمكمة جامدة جدا للشقة، فمش هيخليها معاكي ريحتها كويسة. وده ناس كتير، بنات كتير جدا، البنات المتزوجات جداد بيعملوه، وتقولك الشقة دايما ريحتها مش حلوة. دايما افتحي شبابيكك اول ما تصحي من النوم، هوي الشقه، شمسيها، انشري هدومك في الشمس، بتفرق جدا كتير جدا في ريحه بيتك. كمان نظافه بيتك وان هو يبقى بيت نقي كده والهواء بتاعه نظيف وكويس، بدل الكمكمه وريحه البروده اللي بتبقى في البيوت المقفله. بطلي تشتري حاجه انت مش محتاجاها لمجرد انها يعني عليها عرض او سعرها رخيص. طب انا مش محتاجاه، اعمل بيها ايه؟ ملهاش اي لازمه. جربي ان انت ما تشتريش حاجه انت مش محتاجاها حتى لو عليها عرض. بطلي تاخدي مصروف البيت وتصرفيه مره واحده. بعد ما تاخدي مصروف البيت شيلي التزاماتك اللي هي عباره عن الكهرباء والميه والغاز والنت وكل الكلام ده. بعد كده قسمي مصروف البيت على الاسابيع، يعني كل اسبوع له مصروفه. بكده هترتاحي جدا، وكمان الفلوس مش هتصرف منك كلها، وهترتبي اولوياتك، وهتعرفي تشتري حاجتك على قد امكانياتك ان شاء الله، وهيمشي معاكي الموضوع سهل جدا. بطلي تيجي على نفسك. دايما ادي لنفسك وقت كده في اليوم مخصص ليكي. يعني ايه يا لولو؟ اقعد مع نفسي، اصطفي بنفسي، افكر، اقعد في جو هادي بعيد عن الوجع الدماغ والمطبخ والطبيخ والحلل والمواعين وكل الكلام ده. اعملي في اي حاجه اهتمي بنفسك فيها. اقرأي قرآن. اعملي فنجان قهوه واقعدي كده في جو هادي كده، واقعدي فكري مع نفسك واسترجعي يومك وشوفي انت طلباتك ايه هتلاقيكي فرق معاكي جدا عشان تعرفي تكملي. بالتوفيق لكل ست بيت شايله بيتها.
و... وست عظيمه، كل الستات المصريه ما شاء الله عليها. بطلي تشوفي الفيديو وما تعمليش لايك وما تعمليش متابعه للصفحه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.